هعمل معاكم النهارده احلى والذ طاجن ام علي، واحلى حاجه في الوصفه انها مش بتاخد وقت خالص، دقيقتين 3 ونكون خلصنا الوصفه. طبعا مش دايما بيتوفر عندنا الميلفي، فانا هعمل النهارده الوصفه بالكرواسون. هستخدم النهارده اير فراير من تاتش الزنوكي. عايزه اقول لكم ان ساعتها 8 لتر بتشيل كميه كبيره جدا من الكرواسون. الاير فراير بتاع التاتش فيها 10 برامج. هستخدم برنامج المخبوزات هيخلي الكرواسون كراست جدا، ممكن تستخدموه دقيقه واحده بس، لكن قطعوا الكرواسون كيوبس صغيره. بعد ما بطلع الكرواسون من الاير فراير ببتدي بقى ان انا اقطعه. هتسمعوا دلوقتي صوت الكراست. شايفين بقى بجد كريسبي ازاي؟ بجد خطير. يلا بينا نقطعه. هقطعه كده بالمقص لقطع صغيره، وممكن كمان بعد التقطيع تحطوه لمده دقيقه هيبقى كريسبي اكتر من كده. اجهز بقى 3 كوبايات من الحليب، معاهم نص كوبايه سكر رشه فانيليا، وارفعهم على النار لحد ما الحليب يسخن. بس في الطاجن بتاعنا حطيت الكرواسون عليه شويه زبيب وشويه مكسرات وكمان جوز هند، وممكن تضيفوا كمان رشة قرفة على المكونات. احط بقى الحليب، احط حوالي للطاجن ده حوالي كوباية ونص من الحليب. انا مش عايزة اغرقه حليب قوي عشان ما يبقاش زي البودنج كده وطري قوي. انا بحبه يكون يعني في سنة كريسبي. لو انتوا عايزينه بقى طري قوي وزي البودنج كده ممكن تحطوا حليب اكتر، ممكن تحطوا كوبايتين. بس كده ببتدي ان انا بقى بالمعلقة ادوس عليه عشان كل الحليب يوصل لكل المكونات. على الوش كده هحط معلقتين كبار من القشطه وادخله الاير فراير لمده 8 دقائق. في النص كده بعد 4 دقائق بطلعه تاني، وبحط على الوش معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، يعني كريم شانتيه من غير سكر. ببقى انا خفقاه كده مع حليب. هدخله اول حاجه 4 دقائق، بعد كده هطلعه احط على الوش شويه كريم شانتيه من فوق حوالي معلقتين بس، اغطي كده الطاجن كله من فوق. ده كريم شانتيه انا بس ضربته بمضرب البيت مع حليب ساقع، بس خليته يعني تقيل شويه. لما دخلت الطاجن دخلته على برنامج المخبوزات اللي هو البيتزا. هو ياخد بس 8 دقايق وممكن ياخد اقل من كده. اللي عجبني في اير فراير تاتش انه بيوزع يعني الحراره كويس جدا، وكل الطاجن من فوق نفس اللون، مفيش لون فاتح ولون غامق. لو عايزين تعملوا اكل صحي وسريع اطلبوا الاير فراير او اي جهاز من تاتش الزنوكي دلوقتي من الويب سايت، واستخدموا البرومو كود الخاص بيا هيديكم 5% على اي حاجه تشتروها. ما تفوتوش العرض، اشتروا دلوقتي. اشوفكم على خير، باي باي.